ماذا سيحدث لو شاركت الأندية التونسية في كأس العالم للأندية؟ هل يمكنها فعلاً هزيمة عمالقة أوروبا؟ في هذه البطولة شاركت بأربعة أندية تونسية، والنتيجة كانت صادمة للجميع. جنون ودراما في كل المباريات. تسديدة باتجاه المرمى. مستحيل كرة التقدم في آخر اللحظات، كرة لا يمكن بعدها للخصم أن يعود. هستيريا، جنون في الملعب. الله على هذا السيناريو. البطولة مقسمة إلى 4 مجموعات، وفيها أندية عملاقة مثل بايرن ميونخ، برشلونة، باريس سان جيرمان وريال مدريد. لكن المفاجأة أن 4 أندية تونسية دخلت المنافسة: الترجي، النادي الإفريقي، النجم الساحلي، والنادي الصفاقسي. كل فريق في مجموعة تضم عمالقة عالم كرة القدم. في المجموعة الأولى تواجد النادي الإفريقي في مجموعة نارية رفقة بايرن ميونخ وريفر بلايت وتشيلسي. في المجموعة الثانية وجد النجم الساحلي نفسه أمام تحدي كبير مع برشلونة وليفربول وبوكا جونيورز، في مواجهة تعيدنا لذكريات كأس العالم حين التقى النجم مع بوكا جونيورز. في المجموعة الثالثة كان الترجي أمام مهمة صعبة للغاية، في مجموعة ضمت باريس سان جيرمان ويوفنتوس وبروسيا دورتموند. أما المجموعة الرابعة تواجد النادي الصفاقسي مع ريال مدريد ومانشستر يونايتد وأتلتيكو مدريد. البداية لم تكن سهلة للنادي الأفريقي، مباراة متوازنة أمام ريفر بلايت، لكن في الدقيقة الأخيرة هدف قاتل، خسارة قاسية 0-1. الله، الكرة في المرمى. هدف في التقدم في الثواني الأخيرة. هدف لا يمكن تعويضه. أي سيناريو، أي جنون، غير معقول ما يحدث. أما المجموعة الثانية تواجه فيها النجم مع برشلونة، لكن المفاجأة الأولى جاءت من النجم الساحلي. النجم يسجل أولاً، لكن بعدها انهيار كامل. 5 أهداف كاملة لبرشلونة، 5-1. في المجموعة الثالثة الترجي بدأ بقوة أيضاً، وسجل أولاً أمام باريس سان جيرمان، لكن خبرة الفريق الفرنسي غلبت المباراة لتنتهي المواجهة 3-1، وتبقى الأندية التونسية دون أي فوز ولا تعادل في الجولة الأولى. وهذه هي صفرة نهاية المباراة تؤكد على خسارة أصحاب الأرض في أولى مبارياتهم. البدايات لها قيمة كبيرة في اكتساب الثقة ودفع الفريق للأمام. بقي الأمل معلقاً بين يدي النادي الصفاقسي في المجموعة الرابعة مواجهة مانشستر يونايتد، فصنع أول مفاجأة تونسية حقيقية. يا سلام، بدأ الكلام، أحلى الكلام، بدأ الجد. هدف أول في اللقاء. نتابع الهدف مرة أخرى، واللي كان من هجوم مرتد سريع، وهنا حدث الانفراد بالمرمى والفرصة استغلت الاستغلال الأمثل ولم تهدر الكرة، وجاء الهدف يؤكد على القدرات الكبيرة في إنهاء الفرص أمام المرمى. كرة لتوسيع الفارق الآن. انتصار 2-1 على مانشستر يونايتد، وهكذا أول انتصار يمنح الأمل للترشح للدور القادم. بعد خسارة الجولة الأولى النادي الأفريقي كان مطالباً بالرد، والرد جاء قوياً. فرصة خطيرة للتقدم. يا رب، هدف أول ونقطة تحول. الله على البداية، على الافتتاح. شوف اللقطة، شوف الكرة كيف راحت، شوف الكرة كيف استقرت في الزاوية 90 وخدعت حارس المرمى. هيلي، فرصة للتسجيل. الكرة في المرمى، يسجل الثنائية اليوم، ومن حقه أن يحتفل كيفما يشاء بما يقدم في أرضية الملعب. تمريرة رائعة
الهدف مرة أخرى، هجمة مرتدة سريعة ومنظمة، ثم نروح للإنهاء الرائع للكرة. شوف اللمسة اللي خدع فيها حارس المرمى، حطها من فوقه بشكل مهاري. مرتدة تمنح الكثير من الخيارات الهجومية، كرة خطيرة جدا، الكرة في المرمى، بطل اليوم، بطل الهاتريك. أي مباراة، أي أداء، أي روعة، أي احتفالية، أي أجواء، أي لاعب أسطوري، مباراة لن ينساها أبدا. شوف الهدف من جديد، شوف كيف تدخلت العارضة وصنعت الفارق. الحارس أكيد يلوم حظه والعارضة التي خانته في هذه اللحظات. 4 أهداف كاملة في ملعب تشيلسي، فوز ساحق 4-1، وتقدم كبير في النتيجة، 4 أهداف نظيفة. النجم الساحلي خاض مباراة صعبة أمام بوكا جونيورز، مباراة تكتيكية، لكن هدف واحد كان كافيا، انتصار 1-0. سنكون معكم بعد قليل في تغطية حصرية ومميزة، ابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا. هجوم منظم، تمريرة في مكان خطير، فرصة ياخذ الأفضلية، يا رب، هدف أول ونقطة تحول. الله على البداية، على الافتتاح، والآن نشوف الهدف من جديد. شاهد الإنهاء الرائع، ثبات رائع الحقيقة، كم في ضغط كبير لكن بهدوء وبدون فقدان للتوازن دخلت الكرة إلى الشباك. في المجموعة الثالثة الترجي بدوره قدم مباراة كبيرة في تورينو وانتصار مهم 2-1 على يوفنتوس. ضربات كثيرة إذا كان لديهم الرغبة في التأهل. هذه كرة هدف الآن، أوه على هذه الكرة، هدف مبكر هنا لافتتاح شريط الأهداف. الله على الإعادة، على المرور، على الانطلاقة، على المهارة، على النهاية لهذه الكرة. مساحات موجودة أمام اليوفنتوس على طرف الملعب، فرصة كبيرة للتعادل. يأتي الرد سريعا، تعادل يشعل الأجواء أكثر في هذه اللحظات. تمريرة تأتي هنا، فرصة خطيرة في هذه اللحظات، يا رب، الكرة في المرمى، الكرة تعرف طريقها إلى الشباك، كانت ضعيفة لكنها وصلت، لكنها أكملت الطريق. شوف إعادة الهدف، شوف البينية الجميلة للعبة، ثم شاهد الضغط الموجود، لكن لا مشكلة، فهذه قيمة الكبار في مثل هذه المواقف. أما الصفاقسي فواصل المفاجآت، مباراة مجنونة أمام أتلتيكو مدريد انتهت 3-2 للصفاقسي ليضمن التأهل كأول المترشحين للدور القادم. شام بكار، عمار تيفور، بينية جميلة هنا، فرصة للتقدم في هذه اللحظات، مستحيل، الكرة في المرمى، يا للعزيمة، كل شيء ممكن أن يأتي بالإصرار، تتبدل هذه النتيجة وهدف يأتي بالتقدم الآن. يصل الدعم الهجومي، هذه فرصة لا تعوض، يا الله، هدف آخر يأتي، لم ينتهوا من فرحتهم الأولى إلا بفرحة ثانية، يا لها من لحظات للعشاق. نشوف إعادة الهدف من جديد،
هجمة مرتدة كانت سريعة ثم شاهد الضغط الموجود، لكن لا مشكلة، فهذه قيمة الكبار في مثل هذه المواقف. الآن وصلنا للجولة الحاسمة والأخيرة في دور المجموعات، الأفريقي ضد بايرن ميونخ. العملاق الألماني يريد الصدارة والأفريقي يريد التأهل. نلتقي اليوم حيث الأجواء المثيرة من أجل مباراة فراس شواط، بينية تكسر الخط الخلفي، خلاص انتهت الخطورة هنا، روعة يقطع الطريق، هدف يعني أن يتقدم الفريق في النتيجة على الكرة. شوف هذه الكرة المرتدة وإمكانية تهديد المرمى، فرصة خطيرة وإمكانية التسجيل، يا رب حتى طول ونقطة تحول، الله على البداية، على الافتتاح. شوف الهدف مرة أخرى، يا له من إنهاء، يا لها من كرة، رغم الضغط الكبير على الكرة، لكن تعامل ممتاز وبشكل قوي وبدون ما فائدة الاستحواذ إذا كنت لا تعرف كيف تصل للمرمى وتسجل؟ يا الله، فرصة للتعادل، فرصة خطيرة جدا. المسماري، بينية تحرك القلوب في المرمى، الآن التقدم أصبح بفارق هدفين في النتيجة. شوف إعادة الهدف، مرور جميل من المدافع وبدون تردد وبكل ثقة، إنهاء مثالي في المرمى في موقف انفراد تام بالمرمى، وبلا شك إضاعة هدف في البناء الهجومي من خلال التمريرات. تصويبة لتقليص الفارق والحارية تهديد المرمى، تمريرة رائعة هنا، يا الله على تصدي خارق، كان من الممكن. فرصة خطيرة الآن، ألام مع كيميتش، خطيرة مع موسيالا، مباراة ترفض بأن تنتهي، هدف يأتي يقلص الفارق في الدقائق الأخيرة، أي إثارة منتظرة في اللحظات المقبلة. نتابع الهدف من بدايته من المرور من المدافع ومن مسافة قريبة، لا يمكن أن يهدر هذه الكرة. فاجأة فوز تاريخي 2-1 ويتأهل الأفريقي إلى ربع النهائي. عن هزيمة العملاق البافاري في لقاء اليوم، لم يظهر الفريق أي رغبة حقيقية في الملعب اليوم. وفي قمة منتظرة على ملعب الأنفيلد تواجه النجم مع ليفربول في مباراة تحديد المتأهل رفقة برشلونة. ضربة البداية في مواجهة الفريقين. محمد أمين بن عمر، هذه كرة هدف، ردة فعل كبيرة من أليسون. فادي بنشو، هنا ممكن التسجيل، أوه، جاء الهدف المبكر ليشعل الأجواء. نتابع الهدف مرة أخرى، الذي بدأ بهذه التمريرة البينية المميزة، تعامل رائع هنا مع محمد صلاح، الله على التصدي، ردة فعل خيالية لفرصة كانت قريبة، إمكانيات كبيرة تظهر هنا. محمد صلاح في تنفيذ ضربة ركنية رأسية بتروح بعيدة عن المرمى، ما عرف كيف يوجه الكرة بشكل مثالي. شوف الكرة الرأسية، وبالتأكيد تحتاج إلى موهبة، إلى مهارة حتى يوجه اللاعب. فادي بنشو، بعد المرور تظهر الفرصة، هدف يأتي، الآن يتسع الفارق إلى هدفين، أفضلية مستحقة بالتأكيد. نتابع الهدف من بدايته من المرور من المدافع، ثم التسديدة الرائعة القوية في المرمى، ما كان لحارس المرمى أي مجال للتصدي.
المنطقة القريبة من الطبيعي التسجيل، لا يمكن إهداف مثل هذه الكرة. تزداد الخيارات مع الدعم القادم. فرصة للتعادل هنا، يعودون في النتيجة بعد التعادل بهدفين وبعد أن ظل الجميع. حسام دكدوك، شوف المهارة، شوف التمريرة، تصدي ممتاز هنا. قد تكون هذه كرة الفوز، كرة الحسم، الضربة الركنية في هذه اللحظات. تسديدة باتجاه المرمى، مستحيل، كرة التقدم في آخر اللحظات، كرة لا يمكن بعدها للخصم أن يعود. هستيريا، جنون في الملعب، الله على هذا السيناريو. نشوف الهدف مرة أخرى، البداية من تنفيذ الكرة الركنية وبكل قوة تأتي التسديدة هنا. حلوة هذه الكرة ولا يمكن إيقافها من هذه المسافة. شوف ردة فعل المدرب، شوف تأثير الهدف الآن اللي تقدم من خلال الفريق، شوف السعادة الواضحة جدا. المباراة كانت درامية. النجم يتقدم 2-0، ليفربول يعود ويعادل النتيجة 2-2، لكن قبل النهاية هدف قاتل، فوز 3-2 وتأهل مستحق للنجم. كانت الخسارة مستحقة اليوم. لكن الليلة التاريخية كانت للترجي أمام بوروسيا دورتموند. الترجي يقدم عرضاً خيالياً، هدف، الثاني، الثالث، مهرجان أهداف، 8 أهداف مقابل 1، واحدة من أعظم مباريات البطولة، لينتصر الترجي ب8-1 ويتأهل لدور ربع النهائي عن جدارة واستحقاق. فرصة متاحة، كرة تسكن الشباك وهدف تصنع الخطورة. مستحيل مرة الجناح. الآن فرصة هدف، الكرة في المرمى. يا أمنا، والتمريرة وفرصة هدف في هذه اللحظات. استغلال الفرصة هذه مهمة جدا. ما يحدث مرتين يحدث للمرة الثالثة. تأتي هنا، هل تستغل الفرصة؟ أوه، كرة جديدة تحرك الشباك، نتيجة عريضة وأهداف كثيرة تعبر عن القوة الهجومية الجبارة. هدف جميل. نشوف إعادة الآن مع موقف 1 ضد 1 مع حارس المرمى، وبسرعة يسدد كرة قوية لا يمكن إيقافها في موقف كهذا. المباراة الأخيرة كانت بين الصفاقسي وريال مدريد. الريال يتقدم، الصفاقسي يعادل، الريال يسجل مجددا، والصفاقسي يرفض الاستسلام. بحاجة إلى تمريرة مفتاحية في هذا التوقيت. يا سلام على القصة الرائعة من جانب لونين. فرصة للتقدم في هذه اللحظات. يا رب، هدف رائع في هذه اللحظات، الكرة تحرك الشباك. فرصة ممكنة في هذه اللحظات، فرصة خطيرة لتعديل النتيجة. تعادل في هذه اللحظات، عادت من البداية، كل شيء وارد، كل شيء ممكن. فرصة خطيرة للتقدم في النتيجة، وفي المرمى هدف يستعيد التقدم في النتيجة مرة أخرى. خطيرة هذه اللقطة، فرصة لابد من استغلالها. يا رب، ما هذا السيناريو، ما هذه الدراما. هدف يأتي والرد يأتي عليه. نقطة نعود من خلالها لنقطة البداية. نتابع الهدف من بدايته، بداية من المرور من المدافع، وهنا حدث الانفراد بالمرمى والفرصة استغلت الاستغلال الأمثل ولم تهدر الكرة وجاء الهدف يؤكد على القدرات الكبيرة في إنهاء الفرص أمام المرمى. وهكذا، وبعد مرحلة مجموعات تاريخية تتمكن الأندية التونسية الأربعة من كتابة إنجاز كبير
والتأهل إلى الدور ربع النهائي. الترجي، النادي الإفريقي، النجم الساحلي، والنادي الصفاقسي. الحلم التونسي في كأس العالم للأندية ما زال مستمراً، لكن الطريق ما زال طويلاً، والتحديات القادمة ستكون أصعب. في الجزء الثاني سنكتشف معاً قرعة الدور ربع النهائي، ومن سيواجه عمالقة العالم في المواجهات القادمة. هل يواصل ممثلو تونس هذا الحلم التاريخي؟ انتظرونا في الجزء الثاني، لأن القصة لم تنتهي بعد. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. اكتبوا لنا في التعليقات من هو الفريق التونسي الذي تتوقعون أن يذهب بعيداً في البطولة، ولا تنسوا مشاركة الفيديو مع أصدقائكم لدعم القناة. نلتقي في فيديو جديد. السلام عليكم.